5 أسرار لصناعة براند عالمي على طريقة محمد علي كلاي. أول لما حد يسألك مين هو أعظم رياضي في كل العصور The greatest athlete of all time، هتلاقي إجابة وحيدة بس هي اللي بتحضر في ذهنك، وهو محمد علي كلاي. لو انت من الجيل الجديد اللي معاصرش الأسطورة الرياضية دي وسألت جوجل، هتلاقي محمد علي برضو هو الاسم اللي متربع على عرش الأعظم بدون منازع. والغريب في الأمر إن الواحد ممكن يتساءل إزاي أي إنسان ممكن يسيطر على لقب الأعظم ناهيك عن كونه رياضي أو بطل عالمي في الملاكمة، وخصوصا إن قائمة الأبطال الرياضيين اللي وصلوا للعالمية كتير، ولقب زي الأعظم من المفترض إنه يروح لحد تأثيره على البشرية ممكن يكون أكبر بكتير زي العلماء أو الأنبياء أو القادة العسكريين أو الملوك. والإجابة من وجهة نظري بتتجاوز المهارة الاستثنائية لمحمد علي جوه حلبة الملاكمة. الحقيقة اللي هنحاول نفهمها النهاردة مع بعض هي إن الأعظم أو The Greatest زي ما كان دايما محمد علي بيعبر عن نفسه، خلته واحد من أنجح صانعي العلامات التجارية أو البراندات الشخصية للموهوبين على الإطلاق. تعالوا نشوف إزاي بطل عالم في الملاكمة قدر يصنع من اسمه علامة تجارية أو براند ارتبط ارتباط وثيق بالعظمة جوه وبره حلبة الملاكمة كمان. أنا أحمد صقر وده برنامج The Digital Talk. 1. خليك أكتر جرأة وصراحة في التعبير عن نفسك بشكل يفوق كل المنافسين. النقطة دي تحديدا هي الأبرز في شخصية محمد علي، بدرجة كانت في أوقات كتير بتشكل خطر حقيقي عليه، وفي أوقات اتعرض لأذى من صراحته المباشرة وتعبيره عن نفسه بقوة، ولكنه مع مرور الوقت وتوالي انتصاراته جوه الحلبة وكمان خروجه من المحن والأزمات والانتقادات اللي طالته، أكسبه شعبية واحترام شعبي وعالمي منقطع النظير تجاه قوة شخصيته واعتزازه بنفسه وثباته على موقفه. والدرس اللي ممكن نستخلصه من الموضوع ده إنك كبراند محتاج ترتقي فوق المنافسين بالتعبير عن نفسك بمنتهى الجرأة والقوة علشان تقدر توصل للناس وتتعرف، لأن التواضع المزيف عمره ما هيوصلك للناس. 2. تعظيم التركيز على نقاط تميزك الفريدة Unique Value Proposition. أنا بطير زي الفراشة وبلدغ زي النحلة. علشان تنجح في أي مجال في الدنيا هتحتاج إنك تعلن أهم مميزاتك بوضوح للعالم، والعرض ده يستحسن لو يتعمل بشكل غير تقليدي كمان علشان الجمهور يصدقك ويهتم باللي انت بتقدمه. ومحمد علي كان أستاذ في الموضوع ده، وكان دايما ما بيسيبش فرصة إلا ويستغل موهبته الربانية في إنه يقول كلام موسيقي متناغم كأن شعر منتظم أو خطبة ملهمة. This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. كل الجمل اللي بيقولها كانت بتعتبر مقاطع موسيقية تسويقية أو صيغ إعلانية مركزة وفي منتهى القوة وليها تأثير عاطفي واضح. This I predict and I know the score. I'll be champ of the world in 64. ومن ضمن الأمثلة على طريقته في الدعاية الشخصية، طريقته في الخطابة والكلام كانت بتنم عن شخصية واعية ومدركة تماما لأهمية الترويج الذاتي أو السيلف براندنج. وبما إن محمد علي كان متمرس في الكلام بالأسلوب المبدع ده، واللي كمان كان لا يخلو من حس الدعابة والمرح. I've done something special. I've wrestled with an alligator. I've tussled with I believe you totally. I believe you completely. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. Now you know I'm bad. Only last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. فكان دايما بيركز على جمل ومقاطع بتوصف موهبته الاستثنائية كمقاتل، بيتميز بالخفة والحركة والمرونة. وكل دي صفات كانت نادرة وغير اعتيادية من الملاكمين اللي بيلعبوا في الوزن التقيل المفتوح. 3. عيد تقديم نفسك أو الريبراندنج. في بعض الأحيان براندات كتير بتحتاج تعمل إعادة تقديم لنفسها للجمهور بتاعها، وده بيحصل لما بيكونوا عايزين يغيروا صورة سلبية قديمة بهدف تقديم أنفسهم بصورة أكتر تميزا عن باقي المنافسين. ومحمد علي ابتدى مشواره كبطل للعالم مع أول انتصار يحققه على ليستن بإعلان تغيير اسمه من كاسيوس إلى محمد بعد اعتناقه للإسلام. I'm not Cassius. You still calling me? I can't get in with you. Mohammed, you're talking in I'm not no particulars white when man. you have to talk in generalities. So you want to keep calling me a white man's name? I'm not white. I don't want to be called after your name no more. I'm not no slave. I'm Muhammad Ali.
كاسيوس كلاي هو اسم عبد انا ما اخترتوش وما كنتش عايزه. انا محمد علي راجل حر، وطبعا الاسم الجديد بالرغم من كونه خلق بعض المشاعر السلبية تجاهه، ولكن في نفس الوقت زود من شهرة لقبه العالمي الاول، وكان تعبير حقيقي عن قيمة الحرية اللي بتمثل شخصية البطل الجديد. 4. كون فريق عمل يساعدك على النجاح. بعد اعتزال محمد علي سنة 81 وخفوت نجمه في أواخر الثمانينات، زوجته لوني واللي كانت صاحبة حس تجاري مميز وذكي، بالإضافة لحصولها على درجة الماجستير في التسويق وإدارة الأعمال، كانت شايفة إن محمد علي كان محاط بمجموعة عمل سيئة خلت وضعه المالي والإداري سيء بالتبعية، ولكنها بحسها العملي أدركت علشان تعيد بناء صورة محمد علي من جديد علامته التجارية هتحتاج تستبدل كل الحاشية اللي كانت حواليه من الفشلة بمجموعة متميزة أساسية في إدارة الأعمال والعلاقات العامة اللي تقدر تعيد صياغة الصورة اللي يستحقها أسطورة زي محمد علي. وده بدأ بتعيين هارلين وارنر نجم تسويق الرياضيين كمدير للأعمال ومسؤول عن التسويق لمحمد علي كأيقونة تاريخية. وارنر كان مؤمن إن أسطورة زي محمد علي حتى بعد الاعتزال كانت مش واخدة حقها اللي تستحقه. علشان كده في أول لقاء جمع وارنر بمحمد علي، أول لما شافه قال له بمنتهى الثقة: أنا أقدر أرجعك كبير من تاني، أنا عندي خطة. I can make you big again. I have a plan. ورد محمد علي المباشر عليه كان: خليك جنبي وأنا هاخد بالي منك. وفعليا مفيش بطل رياضي كان محظوظ إن اسمه يستمر محافظ على رونقه طول العمر زي ما حصل مع محمد علي. والدرس المستفاد هنا إن مفيش رائد أعمال إلا ولازم هيحتاج لمساعدة متخصصة في مجالات مختلفة. دايما هتكون في حاجة لمحاسب شاطر ومحامي شاطر وناس مسؤولة عن العلاقات العامة، أو حتى مستشار أو صديق ممكن تلجأ له لطلب المشورة. علشان كده فكرة إنك تحيط نفسك بمجموعة من الناجحين مهمة جدا علشان تقدر أنت كمان تحقق النجاح وصورتك تكون في أفضل حال. 5. البعد عن أي شيء يتنافى مع قيمك، ودي من وجهة نظري واحدة من أهم صفات محمد علي، واللي كانت السر الحقيقي ورا شعبيته الجارفة على مستوى العالم طول مسيرته الرياضية وبعد اعتزاله وحتى بعد وفاته. محمد علي شخص متسق مع ذاته، عمره ما ربط اسمه بحاجة هو مش مقتنع بيها أو مش بيستخدمها، أو ربط نفسه بأشخاص مش بيحبهم، وعمره ما دعم أي مشروع بيتعارض مع معتقداته أو مبادئه. وكان ليه مقولة مشهورة بتوصف المعنى ده، بتقول: لو عايز تنجح في البيزنس بتاعك لازم تكون صادق مع نفسك وما تسمحش بالمساومة على مبادئك أو قيمك، وسيب الباقي كله لوحده. موقفه من رفض التجنيد والمشاركة في حرب فيتنام واستعداده الكامل انه يخسر اللقب او حتى يدخل السجن في مقابل الموقف ده اكبر دليل على المعنى ده. انا مش هتنازل عن مبدئي مهما كانت الخسائر. صحيح تم تجريده من اللقب العالمي واتحرم من اللعب لفترة، وكمان حريته فضلت مهددة طول فترة الصراع ضد الحكومة بسبب موقفه، لكن في النهاية كسب احترام الجمهور للأبد. المعنى ده بالنسبة لأي براند غاية في الأهمية، لأن في عالم الأعمال السعي الدائم وراء تحقيق المكاسب المادية حتى ولو على حساب مبادئك والقيم اللي بتعبر عنها قد يكون هو السبب الحقيقي لأنك تخسر كل حاجة. إنما البراندات أو الشركات اللي عارفة كويس جدا هي عايزة إيه ومؤمنة بيه ترفض أي حاجة تخالف قيمها ومبادئها، هي بس اللي بتنجح نجاح حقيقي في نهاية المطاف، لأنها مدركة تماما إنها حتى وإن خسرت في النص بعض الصفقات الغير معبرة عن مبادئها، إلا إنها على المدى الطويل بتكسب في النهاية احترام وثقة الجمهور بتاعها. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.